هتكلم النهاردة عن واقعة مؤسفة هي البنت اللي فرقت الحياة بسبب حادثة التنمر. ودي طبعا مش أول حادثة نتكلم عنها في الموضوع ده. طيب عشان ندرب أولادنا أو نعلمهم إزاي يواجهوا التنمر، لازم نفهم طبيعة الطفل. طبيعة ابني هي إيه؟ في نوعين من الأطفال. في طفل كتوم، وده صعب شوية، لازم نركز معاه جدا. وفي طفل صريح بيجي يتكلم وبيقول كل حاجة. هنعرف الفرق ما بين ده وده، وهنعرف ازاي نتعامل معاهم. بس الفيديو كامل هيكون على صفحتي على الفيسبوك، اسلام انور 86، وهسيب لكم اللينك في البايو. طيب خليني اقولك ازاي نخلي اطفالنا يواجهوا التنمر. اول حاجة هي التدريب على الرد. يعني احنا لازم نعلمهم ازاي يواجه الموقف وازاي يرد. يعني مثلا لازم افهم الاول الطفل الكونسبت او طريقة التفكير. الشخص المتنمر هو بيفكر ازاي وعايز ايه، هو بيعمل معايا كده ليه اصلا. هو بيعمل معاك كده عشان خاطر هو بيستمتع بإذلالك، بيستمتع بانه يشوفك ضعيف، يستمتع بانه يخليك تبكي. فهنا انا عرفت ابني هي المشكلة فين، هو الشخص ده عايز مني ايه. طب انا الاعب الشخص ده ازاي بقى؟ انا فاهم هنا ابني واديله بوش انه آه خليك انت اذكى وانت اقوى، وما تدروش اللي هو عايزه. لعبه بقى، لانك لما انت هتلعبه بطريقته هو اللي هيتراجع. ازاي؟ اوعى تظهر رد فعل، ولما يجي يقول لك حاجه زي كده قول له تمام، وبعدين عايز ايه؟ بتتنمر على شكلي عشان عايز ايه؟ ايه المطلوب؟ انا عاجبني شكلي كده، انا تمام. شعري مش ناعم، تمام. شكلي مش حلو، انا تمام كده. ربنا خلقني كده. فالنقطة دي مهمة جدا. طيب طريقة كمان هي الاستعانة بالكبار. يعني لو طفلك مش موجود معاكي، بيحصل الموضوع ده في المدرسة أو في النادي أو أيا كان المكان اللي هو فيه. لما هيشوف الشخص المتنمر أو زميله المتنمر، علميه إنه يروح لحد كبير بسرعة. أول ما يشوفه يروح على حد كبير ويقف جنبه، بحيث إنه لما يحصل موقف يكون في حد يقدر هو يشتكي له ويحميه من الموقف ده. او يكون يعني في شاهد على الموقف عشان خاطر تعرفي تتعاملي معاه بعد كده وتفهمي الموقف بيحصل ازاي. دي نقطة برضو مهمة جدا. لازم اطفالنا تفهم انه كمان الشخص او الطفل المتنمر، لازم تفهموا اولادكم انه الطفل المتنمر اصلا طفل عنده مشاكل نفسية. اصلا هو طفل ممكن يكون ما عندوش ثقة في نفسه، فبالتالي هو بيحاول يعمل نوع من الاسقاطات او التنمر على حد عشان خاطر هو في حد اصلا بيتنمر عليه، فهو عايز يحسس ابنك بنفس الذل او الاهانه اللي هو بيحس بيها من حد تاني. فاكتر حاجه لازم تفهميها لابنك انه اوعى تدي رد فعل. ما تديش رد فعل، ما تديش رياكشن، ما تظهرلوش اي حاجه. كل ما هيعمل كده مرة بالتانية بالتالتة، اللي قدامه المتنمر هيبطل خلاص. الهدف راح. هنروح للجزء التاني وهقول لكم ازاي نتعامل اكتر معاه. من الحاجات اللي اعملها معاه انه اعرض عليه الاول، اتكلم مع ابني واعرض عليه طرق الحماية. يعني تحب اعمل ايه؟ تحب اروح اتكلم معاه؟ تحب اروح اتكلم مع اهله؟ وفي الحالات دي غالبا الطفل مش هيوافق، لانه هيحس انه لو حد اتكلم معاه والاهل اتكلموا مع الطفل، لانه هيحس بينه وبين نفسه انه ما بيعرفش يجيب حقه. وانا مش بميل للفكره دي صراحه، يعني انا مش بميل للحته دي الا لو الموضوع يعني هو الطفل طلبه بنفسه. بس انا بميل دايما، ودي طريقه انا بتعامل بيها مع بنتي شخصيا، انه تعامل، واجه. انا في ظهرك وحمايتك، انا دايما حمايتك، بس انا عايزك انت تواجهي. انت مش ضعيفه، انت شخصيتك قويه، تعرفي تواجهي وتعرفي تاخدي حقك. انا بنتي كتير اتعرضت لتنمر وجت قالت لي، وكنت دايما بكلمها بالطريقه دي، وكنت بقول لها
واجهي. لما تحسي ان انت ما عرفتيش تواجهي، وكنت بعرفها اعملي واحد اتنين تلاته، لما تعملي دول وما تعرفيش تاخدي حقك وتحسي انت ما عرفتيش تعملي حاجه، قولي لي وانا هخلص لك الموضوع. فمهم جدا ان هم يحسوا إن في الاخر ان الامان والحمايه موجوده، بس انت قوي وتعرف تحمي نفسك كويس. اتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تدعموني باللايك والكومنت والشير، وربنا يحفظ اولادنا، والسلام عليكم.